تعالوا يا حبايبي نقدمها مع بعض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشكل النهائي يا حبايبي للكلاوي بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. حبايبي تعالوا النهارده نعمل مع بعض الكلاوي. انا هنا يا حبايبي معايا بسم الله معايا نص كيلو كلاوي، يعني الكيليتين سواء كان كبار او صغيرين، هم الحجم بتاعهم كده حسب البهيمه المذبوحه، يعني ممكن يكون كبيره فالكلاوي بتاعتها تبقى كبيره، صغيره فهتبقى الكيلو كده زي دي ايه، يعني دي ما تزيدش على ربع كيلو. تعالوا يا حبايبي نشوف الطريقه ونشوف هنعملها مع بعض ازاي ان شاء الله في طريقه سهله وبسيطه. الكلاوي بتاعت فيها الدهون يا حبايبي بتاعتها هي. اول حاجه اعملها يا حبايبي، انا غسلت الكلاوي وحطيتها في ميه وخل. دايما احنا عارفين اي حاجه في اللحوم بنغسلها بميه وخل الاول، وليمون كمان لو في ليمون. ما فيش ليمون هو الخل يكفي تمام التمام يا حبايبي، بيضيع اي ريحه في الحاجه بتاعتنا. اول حاجه هعملها يا حبايبي هنا، ده بعد عمليه التنظيف طبعا، هشيل الدهون دي وهحطها في طاسه تسيح معايا على ما اقطع الكلاوي، لان انا هستخدم الدهون بتاعتها النهارده في التحمير وفي مع السمنه البلدي. بسم الله. هشيل كل الدهون منها يا حبايبي كده، واللي مش حابب يا حبايبي يشيل الدهون خلاص شيليها واستبعديها عن الكلاوي خالص، بس انا النهارده حابه ان انا اسوي الكلاوي في الدهون بتاعتها والسمنه البلدي. بسم الله. نشيلها كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حد يا حبايبي هيبيع الكلاوي ويشيل منها الدهون دي هتاخديها زي ما هي كده وهتشيليها انت مع نفسك في البيت، سواء هتستبعديها او هتستخدميها. بسم الله. وانا حاطه الطاسه يا حبايبي هنا على النار اهيت سخنت، هحط فيها الدهون على ما اقطع الكلاوي بتاعتي. الدهون دي هتكون فكت علشان اكسب وقت وما اطولش عليكم. بالشكل ده كده. بعد ما تسيح حبايبي الدهون ديت هضيف عليها معلقه سمنه بلدي وهنشتغل في الكلاوي مع بعض. تعالوا نقطع الكلاوي يا حبايبي هنا، هنقطعها شرايط كده. بسم الله. بالشكل ده كده كده زي الكبده يا حبايبي بالظبط. ده شرايح الكبده يا حبايبي بتبقى بالشكل ده كده كده اهو. هنعملها النهارده يا حبايبي بطريقه الكبده الاسكندراني. بسم الله. هقطع يا حبايبي الكيلتين دول اللي معايا، وهرجع معاكم تاني نحمرهم مع بعض ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم وقت الكليله. وخلاص يا حبايبي الدهون بتاعتي سايحت اهي كلها، وهنزل عليها بمعلقه السمنه البلدي كده. بسم الله. وكمان انا قطعت الكلاوي خلاص، الكيلتين قطعتهم يا حبايبي اهو بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما حطيتش ملح ولا توابل ولا اي حاجه خالص. بسم الله. هشوح في الكلاوي يا حبايبي كده لغايه ما تستوي، تدخل في مرحله السوا خالص. وتعالوا يا حبايبي نسيبها على النار ونشوف البهارات بتاعتها ايه والتتبيله بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. البهارات يا حبايبي بتاعتها فلفل اسود، ملح طبعا ده كلنا عارفين، ده هنظبط الملح بتاعنا حسب الطعم بتاعه، كمون، كزبره ناشفه، بهارات كبده يا حبايبي. بس كده دي البهارات اللي انا هضيفها. لو انتوا حابين يا حبايبي تضيفوا اي بهارات تانية زياده من عندكم مفيش اي مشكله. معايا هنا معلقتين توم مفرومين، ومعايا كمان يا حبايبي قرنين فلفل حار انا مقطعوهم برضو. معايا ربع ليمون هاخد منها عصرتين كده بس. معايا هنا خل، هاخد معلقتين خل برضو على التتبيله ديت. ومعايا كمان بصل، ده بعد ما تخش مرحله السوا هنزل البصل بتاعي لغايه ما يدبل بس، هنشوف مع بعض نمشي خطوه بخطوه ونشوف هنعمل ايه. ده كل الحاجات يا حبايبي اللي هحتاج للكلاوي النهارده في طبق الكلاوي الجميل ده. مش هشيل الكلاوي من على النار يا حبايبي غير لما اتاكد ان هي استوت خالص. الوقت انا هغطي عليها وهسيبها شويه، وكل شويه كده هرجع اقلب فيها لمده ربع ساعه لغايه ما احس بدرجه السوا ان هي استوت تماما، ما فيهاش دم ولا فيها اي ميه كده، هتبقى ايه استوت خلاص. نبدا ننزل التوابل والبهارات بتاعتنا. خلاص يا حبايبي الكلاوي دخل في مرحله السوا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها بالبصل. بسم الله. دول بصلتين كبار يا حبايبي انا مقطعاهم جوانح كده او شرايح براحتك انت، يعني تقطيع البصل ده اختيار ليك انت، بس انا بفضل الطريقه ديت في تقطيع البصل. يعني هتقطعوا حلقات هتقطعوا ناعم مفيش اي مشكله. التوابل يا حبايبي كلها هي. بسم الله.
عصرة الليمونة، الفلفل الحار، حبة الخل يا حبايبي اهي. بسم الله. ممكن تضيف التوابل كلها في طبق وتقلبيها مع بعضيها، وممكن تنزل بيها على البصل. دي او دي الطريقه دي او دي هتنفع. اخر حاجه هضيفها يا حبايبي بعد البصل ما يدبل، اخر حاجه هضيفها هي معلقتين الثوم، لان ما ينفعش الثوم احطه يا حبايبي، زي ما احنا عارفين الثوم حساس بيتحرق على طول بسرعه. فاخر حاجه نحطها نضيفها للحاجه بتاعتنا الثوم. طبعا الملح هندوق ونظبط يا حبايبي. الله ريحه التوابل طلعت ايه ما شاء الله عليها، تتاكل كده قبل السوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب فيه كده شويه يا حبايبي لغايه ما البصله تدبل، وبعدين هرجع اضيف الثوم مع حبايبي ونقدم مع بعض ان شاء الله، عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. خلاص يا حبايبي البصله دبلت اهي مع الفلفل مع الكلاوي. تعالوا نضيف الثوم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي معلقه يا حبايبي اهي، ادي التانية معلقتين ثوم بس. هياخدوا تشويحه بس كده يا حبايبي لغايه ريحه الثوم ما تطلع بس في مناخير كده واشمها حلوه كده. هطفي عليها ونقدم الكلاوي بتاعتنا مع بعضين. بس ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا بالقناه وتعملوا لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد باذن الله. الله الله على الريحه الله. خلاص يا حبايبي كده انا طفيت النار اهو، استوت الكلاوي بتاعتنا ما شاء الله عليها. تعالوا يا حبايبي نقدمها مع بعض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رغيفين عيش سخنين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، مع طبق سلطه او طبق طحينه. الله اكبر، بالهنا والشفا لكل حبايبي. ده الشكل النهائي يا حبايبي للكلاوي بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا لحبايبي.